السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات دينا. ولسه مكملين الامثال الشعبيه المصريه. هتلاقوا المصريين دايما لما يكونوا في حاجه مش مقتنعين بيها خالص، رافضينها رفض تماما، يقول لك ايه ده من رابع المستحيل. من رابع المستحيل انا ما اعملش الحاجه دي. طب هو رابع المستحيل، طب ايه اول مستحيل وايه تاني مستحيل وايه تالت مستحيل عشان يكون في رابع مستحيل؟ خليكم معايا لاخر فيديو عشان النهارده الفيديو ممتع جدا. واحكي يا شهرزاد. بلغني ايها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن هناك 3 روايات من المستحيلات. أول رواية وهو طائر العنقاء، له روايتين. الرواية الأولى تقول أن حنظلة ابن صفوان وكان رسولا إلى أصحاب الرس، فكان حنظلة يمتلك طائر عنقاء وكان عنقه طويلة وعلى رأسه ريشتين، ولكن هذا الطائر كان يأكل أولاده، فغضب حنظلة غضبا شديدا ودعا ربه على هذا الطائر فاستجاب الله له. أما الرواية الثانية وهي من المستحيلات، وهي قصة أمنا الغولة، وهي سيدة قبيحة الشكل مشقوقة العينين، وهي تعيش في بيوت مهجورة في الصحراء، وكان الناس يخافون منها وخاصة الأطفال، فكان الناس يدعون الطعام أمام بيوتهم حتى ينالوا رضاها، فكان يتركون الطعام فرين هاربين إلى بيوتهم مغلقين خلفهم الأبواب حتى لا تأتي خلفهم أمنا الغولة. وكانت أمنا الغولة يأتي إليها أمير شجاع يضربها ضربة واحدة فكانت تموت من ضربة واحدة، ولكن كانت أمنا الغولة تطلب من الأمير أن يضربها مرة أخرى حتى ترجع إلى الحياة مرة أخرى فتنتقم من الأمير. أما ثالث الروايات وهي من المستحيلات وهو الخل الوفي، والخل الوفي معناه الصاحب الوفي. هل هو موجود؟ مستحيل، ليس موجود في هذه الحياة. وكده وصلنا لآخر حلقتنا، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.